في البداية تم عقد جمع عام في مقر الحزب بتيزنيت الذي دعت إليه الكتابة المحلية بالتنسيق مع المكتب الإقليمي، وكان الاجتماع يتدارس مجموعة من النقاط في جدول الأعمال. من بين النقاط التي تدارسناها هي النقطة المتعلقة بالاستحقاقات السابقة أو الانتخابات السابقة والمحطات التي مررنا منها، خاصة فيما يتعلق بالاستعدادات على المستوى الانتخابي، على المستوى السياسي، كذلك التحالفات، النقاشات. إلا أننا تبين أن هناك مجموعة من المراجعات فيما يتعلق هذا الجانب الخاص بالجانب التنظيمي. وفعلا كانت رؤية المناضلين والمناضلات في هذا الجانب أنه يتحدثوا بكل صراحة بوضوح كما كنناقشوا داخل حزبنا اللي هو حزب التقدم والاشتراكية، هو أنه ضروري أن يكون نقاش شفاف، نقاش ديمقراطي، نقاش اللي يطمح لخلق آليات وأداة تنظيمية للوقوف أمام واحد المجموعة من الأمور المتعلقة سواء على مستوى تدبير الشأن المحلي وكذلك على مستوى تأطير المواطنين. وفعلا حاليا بدأت هذه الديناميكية داخل حزب التقدم والاشتراكية بتيزنيت، وعلى رأسها الكتابة المحلية أو المكتب المحلي. حاليا كان انتخاب المكتب المحلي بالشكل الديمقراطي، يعني طبيعي أن يكون هناك مجموعة من المقترحات ومجموعة من المرشحين اللي تيقترحوا رؤوسهم باش يكونوا في هذه التشكيلة ديال المكتب. ارتئينا بطبيعة الحال أنه تكون الانتخابات شفافة واضحة أمام الحضور، وكان الحضور كثيف ديال المناضلين والمناضلات لحزبنا على المستوى المحلي، وأعطت النتيجة المكتب الحالي اللي على رأسه أنا شخصيا وكذلك مجموعة من الرفاق والرفيقات، انطلاقا من المبدأ ديال أولا تحمل المسؤولية. مبدأ أساسي هو أن يكون عندنا مقاربة النوع سواء على مستوى إشراك النساء وكذلك إشراك الشباب في التدبير الحزبي محليا. ولماذا لبرنامجنا فعلا تجربتنا على مستوى تدبير الشأن المحلي في تيزنيت كان تدبير متميز بطبيعة الحال، رغم أنه مؤخرا كانت مجموعة من الملاحظات فيما يتعلق أن هناك إعادة النظر في تعاملنا. إذن أول مجال غنشتغلوا فيه المجال الجمعوي، المجال الجماهيري، كذلك المجال المهني، وكذلك المجال الشأن التدبير المحلي. وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا ما كانش إشراك مجموعة من الفاعلين، مجموعة من الفعاليات ديال المجتمع المدني، وكذلك مجموعة من المناضلين والمناضلات اللي عندهم رغبة باش يخدموا في هذه المجالات المتعددة، دون أن ننسى أن هناك مجموعة من الملفات، مجموعة من المطالب ديال الساكنة ديال مدينة تيزنيت اللي ضروري أنها تكون بالفعل هذه الساكنة يعني تطيح ولا تعطي الثقة الكاملة لحزبنا وكذلك الحلفاء ديالنا باش نقدموها في ما هو أحسن وما هو إيجابي للمواطن والمواطنات.